اهلا بكم مشاهدينا، رجعنا لكم ولسه مستمرين معاكم على الهواء مباشرة. وتاني فقراتنا اليوم النهارده في بيت العيلة هنتكلم فيها عن القرارات الصادرة لدعم الاقتصاد المصري. ويمكن في الفترة الأخيرة كان في بعض الإصلاحات الخاصة بعمل شكل من أشكال التنمية للاقتصاد المصري. من 25 يناير حتى هذه اللحظة وهناك أشكال كثيرة من الإسعافات الأولية للاقتصاد المصري، وكان منها ما أثار استياء الشعب المصري، ومنه رفع الدعم عن الطاقة أو الوقود، ومنه بعض التصرفات أو الإصلاحات الأخرى. خلونا نتكلم عن المحاور الأساسية اللي من المفترض أنها تكون موجودة لدعم الاقتصاد المصري. هل يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الخطط طويلة المدى أم قصيرة المدى؟ هل رفع الدعم هو الحل لدعم الموازنة المصرية أو هو الحل الوحيد لدعم الموازنة المصرية؟ هل الاستثمارات القادمة الخاصة ببعض المشاريع التي تم الإعلان عنها هي الملجأ والملاذ؟ هل في الفترة الحالية لن نجد أي بديل سوى العمل والسياحة على سبيل المثال؟ خلونا نعرف ايه الاشكال اللي ممكن تخرجنا من هذه المشكله مع ضيفنا اللي مشرفنا داخل الاستوديو. بيسعدنا يكون معانا دكتور احمد حسن الخبير الاقتصادي. اهلا بك معنا يا دكتور. اهلا بك. دكتور احمد، خلينا نتكلم عن المحاور الاساسيه اللي بيقاس بيها او عليها الوضع الاقتصادي، اللي هي منها مستوى معيشه الفرد، التوظيف والعداله الاجتماعيه، الفقر والتنميه البشريه، الموازنه العامه والدين العام. هل العوامل دي في مصر كاملة متكاملة ولا عندنا مشكلة فيها؟ لا، هو طبعا احنا عندنا مشاكل مش مشكلة واحدة. يعني احنا لما نيجي اولا انت قلتي الموازنة العامة للدولة، احنا عندنا عجز في الموازنة العامة للدولة، يعني حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي اللي هو GDP. طب المفروض ان هو يبقى كام؟ هو المفروض انه ما يتعداش 3%. عالميا المفروض ان عجز الموازنه ما يتعداش 3%. احنا لما يوصل عجز الموازنه عندنا 12% فيبقى مؤشر خطر جدا. كارثه دي طبعا. فلما نيجي نتكلم على الدين، في دين خارجي ودين داخلي. اللي هو الدين الداخلي هو الدين المحلي. الدين المحلي وصل ل 95.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وده برضه مؤشر خطر جدا، لان عالميا المفروض ما يزيدش عن 60%. يعني لما نيجي نقول الاتحاد الاوروبي والدول كلها المفروض ان هم بيقيموا ان الدين المحلي ما يزيدش عن 60%. احنا عندنا وصل ل 95.5%، وده مؤشر برضه. هو بالرغم ان هو ده نتيجه ايه يا دكتور يعني من وجهه نظرك؟ ما انا اقول لحضرتك، هو بالرغم ان المؤشر دوت يعني كبير لكنه مش خطر. لان الدين الداخلي ده انت مش ملتزمه بتسدديه لدول خارجيه او ان هم يطالبوك بسداده في اوقات معينه. ده دين داخلي الحكومه يعني مدينه لقطاع عام للافراد لحاجات زي كده، فدي كلها ما تاثرش تاثير جوهري زي الدين الخارجي. احنا الدين الخارجي عندنا حوالي 46 مليار دولار، وده برضو نسبته حوالي 15% من الGDP. فاصبح ان الدين الخارجي في يعني ايه في الرينج بتاع الامان، مش برضه ما يمثلش ايه خطوره جوهريه. ولكن ايه السبب في الحاجات دي كلها؟ هو لما نيجي نبص على الانتاج، والانتاج دوت في منه جزء بيستهلك محليا وجزء بيصدر، وبعدين في استيراد. لما نيجي نبص على الميزان التجاري هنلاقي احنا عندنا بنستورد بحوالي 72 مليار دولار، في حين ان احنا بنصدر بحوالي 27 مليار. فرق شاسع. فرق شاسع جدا. فجوه. طيب لما نيجي نبص احنا محتاجين تقريبا حوالي 6 مليار دولار شهريا عشان يعني نغطي الواردات. احنا من الواردات كمان احنا بنستورد حوالي 70% من الاكل والشرب. يعني وبنصدر مواد خام. وبنصدر مواد، ودي قضيه كبيره جدا حتى تصدير المواد الخام. فلما نيجي نبص ان احنا محتاجين 6 مليار دولار شهريا عشان نغطي الواردات. ده طب هنجيبها منين؟ احنا عندنا دلوقتي الاحتياطي النقد الاجنبي وصل عندنا ل 20.5، ودلوقتي تقريبا حوالي 19.800.
طب ال 19 في منهم جزء ذهب برضه، مش كله يعني سيوله نقديه، وكلهم طبعا تعتبر يعني ودائع لدول الدول العربيه وحاجات زي كده، يعني مش برضه مش يعني ما نمتلكهمش ملكيه، ولكنها تعتبر ودائع بس تحت تصرفنا. فبالتالي ده لو غطالك هيغطي لك كام شهر، 3 اشهر وشويه. يعني هل المفروض ان انت على الاقل بتكون عندك استراتيجيه تكون مغطيه 6 شهور. فانت برضو الوضع مش يعني ايه مقلق. يعني ما ايه لما بعد 3 اشهر ايه الموقف وانت اصلا ملتزمه انك انت بتسددي دي يعني افهم من كلام حضرتك ان في شكل من اشكال المغامره في اللي احنا بنعمله في الاقتصاد المصري. هي مش ماشيين بخطه محسوبه. هي المفروض ان احنا نمشي بخطط، ولكن للاسف احنا ما عندناش ايه يعني خطط مدروسه ومحكومه بدقه. هي ليه؟ ايه السبب؟ يعني مع كل الحكومات المتعاقبه اللي عدت علينا ما فيش ولا حكومه عرفت تحط ايديها على موطن الضعف؟ لا هقول لك ليه بقى. هي دي نقطه مهمه جدا. ان حضرتك لما بتيجي تشكلي وزاره، الوزير بيجي على وزاره المفروض ان يعني حضرتك ايه في تقارير عالميه زي تقرير التنميه البشريه احنا ترتيبنا فيها 112، تقرير التنافسيه ترتيبنا فيها 119، تقرير عن الابتكار ترتيبنا فيه 99 من 108، تقرير حتى السعاده في تقرير احنا ترتيبنا فيه 135 يعني من 158، يعني ترتيبنا متدني في كل التقارير. لما اجي انا اعين وزير اقول له انا دلوقتي ترتيبي في مثلا في التعليم كذا، انا عايز اشوف انت تحط لي خطه واشوف في السنه الجايه التقرير هيوصلني لفين. هل انا تقدمت ولا تاخرت؟ طب ما هو اي وزير هيقول لك انا بحط الخطه بس ما بعرفش من البيروقراطيه ومن الادوات اللي حواليا ان انا اقدر امشيها او ان انا اقدر اطبقها. وكل وزير بيجي بعد التاني يا اما ما بيكملش على اللي هو عمله، يا اما بيعمل حاجه من اول وجديد، يا اما بيقول لك ان اللي كان حاصل ده كله خطا. هي بتتطلب ان ايثار النفس. يعني انا لما اجي امسك مكان المفروض انسى كل حاجه واشوف لو كان اللي قبليه عامل شغل كويس اكمل يعني عليه. احيد نفسي واقدر ان انا اقرر بشكل صريح. اشتغل في صالح البلد. ما اجيش اشوف عشان مجد شخصي ان انا اقول الغي كل اللي فات واعمل ليا مجد من جديد. لا طبعا احنا كلنا بنعمل من اجل بلد. فاحنا المفروض ان اللي معمول قبليه اكمل عليه. يعني نبتدي من حيث انتهى الاخرين، لان مش كل واحد هيبقى له بدايه. لو كل واحد هيبقى له بدايه عمرنا ما هنبتدي، لان اللي جاي هيشيل اللي فات ويبتدي من جديد. يعني كلنا نبدا من مربع صفر من جديد. لا مش هينفع الكلام ده. احنا المفروض ان احنا نشوف ايه الصالح نكمل عليه، اللي هو مش كويس نلغيه، لكن ما نلغيش كل حاجه وكل واحد يبدا من الصفر. فطبعا مش هياخد فرصته كمان ان هو يكمل. لان احنا ما عندناش استراتيجيه انك انت تصبري على حد لحد يخفق مره واثنين ويكمل. لا احنا عندنا اول ما حد بيخفق من الناس بتطالب بشيله. فالمفروض ان احنا يبقى في استراتيجيه وفي تقييم لكل واحد يعني هيعمل ايه، والخطه المفروض تتعمل مقدما ويتم عليها تصويت يعني من خبراء ومتخصصين وحكماء بحيث ان هي تبقى في يعني جزء من الخطه شامله. هل ده دور وزاره التخطيط ولا ده دور كل وزاره على لا ده دور مجتمعي كامل. ما هو احنا ما بنقولش لان احنا دلوقتي اصبحنا ما هو المجتمع هيقول لحضرتك يا فندم يعني انا هقدر احط خطه حكوميه سياديه نمشي عليها لتعديل حل الاقتصاد المصري. المفروض ده قرار سيادي انا كمواطن ما اقدرش احطه. لا هو الدستور لما اتحط ازاي؟ بالحوار المجتمعي بالظبط. ليه ما يبقاش كله حوار مجتمعي؟ يعني انا مثلا اجي في مجال مثلا، بس احنا جربنا الحوارات المجتمعيه ما بنوصلش منها لحاجه. معلش انا والامور بتاعهم. اصل احنا لازم نتدرب على كده ونبتدي بعد كده، لان احنا كل ما هنسيب يعني الطفل الصغير لما بيجي يبتدي يمشي بيقع شويه ويصحف ويطلع لحد ما يقف ويمشي. ما احنا لازم احنا برضه نتدرب ونبتدي مره. ما احنا كده اهو ماشيين في الايه في الممنوع. نبتدي نمشي في العدل شويه ونقاوم الاخطاء شويه ونعدل لحد ما نظبط. معانا مش هنبدا من اول مره كده لان بس في حاجه يا دكتور، يعني حتى المواطن العادي هيقول لنا يعني احنا عايشين العقود المتتاليه اللي عدت علينا دي كلها وحكومات ورؤساء مختلفين
وعارفين مشاكلنا وحاطين ايدينا على مواطن الضعف في حياتنا، عارفينها كويس قوي. ليه كل ما يجي مسؤول بيجي كأنه لسه جاي من بلاد ما وراء الانهار حالا، وبيبقى تايه في موضوع المشاكل اللي موجوده، ومعروف مشاكل كل وزاره ايه، ولكن عشان نحط ايدينا على الحل او ان احنا نقدر نوضع حلول ما بتحصلش. لا هي بص هقول لحضرتك حاجه، احنا الشعب المصري ذكي، وعندنا ناس كفاءات، وعندنا خبرات، وعندنا افكار، لكن الاليات والتنفيذ هو اللي مشكله. يعني ممكن الانسان يبقى عنده فكره كويسه جدا، لكن لما يجي يحطها في موقع التنفيذ ما عندناش بقى ايه القدره على التنفيذ والمتابعه. فدي هي دي المشكله الاساسيه اللي عندنا. يعني لما تيجي تبص حضرتك تلاقي ان لو جبت اي حد يحط لي خط هيحط لي خط كويسه جدا، لكن اليات التنفيذ والوقت الزمني والى اخره دي اللي هيلاقي فيها ايه عقبات وعراقيل. فالمفروض ان احنا بنحسب بقى تتحسب الحته ديت بناء على ايه؟ على قدراتنا وامكانياتنا والموارد المتاحه، والا هيبقى احنا بنتكلم نظري. هل حضرتك شايف ان الخيوط كلها المفروض تبقى في يد رئاسة الوزراء، ولا المفروض ان كل وزارة يكون ليها السلطة والسيطرة على مشاكل ومصالح الوزارة السيادية الخاصة بها؟ هو انا من انصار اللامركزية. يعني اللامركزية دي بتدي، يعني انت اي حد عمر ما المركزية ما بتقدر تسيطر سيطرة كاملة. لان فعشان كده لازم بتدي تفويض. فالتفويض دوت معناه انك انت بتعمل لا مركزيه. فاللا مركزيه كل واحد يكون مسؤول ويحاسب. ما انت ما تسيبهوش، ما تخلوش يبقى مش هسيبها عايمه كده. يعني هو يبقى مسؤول ومسؤول ان هو يحاسب. ففي رقابه عليه كمان. بالظبط كده. ففي الحاله ديت كل انسان هيبدع وهينتج لما يحس حتى كمان ان هو عنده مسؤوليه، مش مستني توجهات او مستني ان هو ياخد اوامر، والا هيفضل مستني ويستنى ياخد الاوامر، ويستنى ياخد توجيهات، ويعتمد على ان هو بيعملش حاجه غير التوجيهات اللي بياخدها، فبالتالي هو بيرمي المسؤوليه على غيره. فاحنا عايزين نحمله بقى هو المسؤوليه. نخلي اللامركزيه ان كل واحد مسؤول عن وزارته وعن محافظته وعن ودي مثالي هتبقى مثمره وهتجيب نتائج كويسه. هل حضرتك مع الاراء اللي بتقول انه الحل الوحيد والامثل لانقاذ مش الاقتصاد المصري بس، يعني لتعديل وتحسين اوضاع الموازنه العامه الخاصه بالدوله، رفع الدعم التدريجي حتى يصبح لا وجود للدعم من الاساس؟ لا، هي مشكله الدعم دي مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان هو الدعم اصلا في دول كتيره جدا بتعمل دعم لبلادها، يعني دعم للمزارعين ودعم لكل حاجه، ولكن المشكله عندنا احنا هنا ان الدعم ما بيوصلش للمستحقين. فاحنا كل ما هناك ان احنا عايزين يعني آلية انك انت ازاي توصلي الدعم للمستحقين. اوصل الدعم نفسه ولا احوله لدعم نقدي؟ لا، ما هو انت الدعم النقدي ممكن ما يوصلش لكل الناس. في يعني هتوصل الدعم النقدي ازاي للجميع؟ في ناس في قرى ونجوع وما لهمش علاقات بالدنيا ديت، وفقراء جدا وتحت خط الفقر، هتوصل لهم دعم ازاي؟ فدي مشكله، يعني هي برضه مشكله مش سهله. فاحنا بنقول هنا ايه؟ انك انت لما بتشيل الدعم خالص طبعا هيبقى مشكله من الشال خالص، فبيتشال تدريجي على اعتبار ان ايه كان يعني مثلا على سبيل المثال دعم الخبز. المشكله دي كانت مشكله يعني صعبه جدا، وكان فيها نوع من التلف والافساد والفساد من اول يعني من اول ما تستوردي والقمح في الشوارع، وبعدين بعد كده في كل مراحل يعني كل المراحل هتلاقي فيها يعني ايه مشاكل. طب دلوقتي هم لما عملوا عمليه البطاقه الذكيه لصرف الخبز، وانك انت بتصرفي بالبطاقه من الفن، التجربه دي ناجحه، ما حدش يقدر يقول انها تجربه ديت ايه، والى حد ما بتوصل لجميع الايه الناس، ولكن برضه لا زال ده اللي بيتم تطبيقه دلوقتي في البنزين. ده اللي بيتم تطبيقه، هيتم تطبيقه في البنزين. فانت عارف ان المانيا عامله نفس العمليه بتاعت الدعم ده على البنزين، لدرجه ان هي بتعمل البنزين المدعم بلون والبنزين غير مدعم بلون تاني. يعني بتحط ماده على البنزين ومحدش يقدر ياخد من دوت مدعم وده مش مدعم. فهنا احنا برضو لازم ايه يعني نرفع الدعم عشان نوصله للمستحقين، ولكن نرفعه ازاي وامتى وليه؟ هي بتبقى بس التوقيتات بس بتبقى صعبه. انك انت جايه في ظروف ان مرحله انتقاليه، والمرحله الانتقاليه ديت بتبقى صعبه على كل الدنيا،
وانت بتيجي فيها بتاخدي قرارات حاسمه. طيب خلينا نستكمل نقطه الدعم بعد ما نشوف التقرير. هنشوف تقرير دلوقتي لآراء الجمهور في الشارع عن دعم الاقتصاد المصري وازاي يتم دعمه. هنرجع تاني داخل الاستوديو، خليكم معانا. ربما لا يختلف أحد على وضع الاقتصاد في مصر والحاجة إلى جهود هائلة لدفع عجلة الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل لملايين من الشباب الذين يتدفقون إلى أسواق العمل باستمرار مع رفع مستوى معيشة المواطن بشكل عام. وعلى الرغم من قسوة الأزمة الاقتصادية وضرورة التصدي لها، هناك خلافات كثيرة حول السياسات والإجراءات اللازم اتباعها للتعامل مع هذه الأزمة، خاصة الإجراءات اللازمة لعلاج عجز الموازنة العامة التي تتضمن تخفيض الدعم على قطاع الطاقة، الأمر الذي سيؤثر على مستوى معيشة شرائح واسعة من المواطنين. والسؤال: ما المطلوب من الحكومة في المرحلة الحالية لدعم الاقتصاد؟ في مشاريع كتير جدا يعني، بس انا عايزه تنسيق. الجمعيات الاهليه دي تنسق مع المجالس، مع الدوله، مع المسؤولين، ولكن دلوقتي اللي انا شايفه كل واحد بيشتغل في طريق ماشي. احنا بنتقابل في الاخر ولكن بتاخد وقت. يعني انا النهارده لما اقول الجمعيه مثلا، الجمعيات الاهليه، طب ايه اللي القريه دي محتاجاه، ايه اللي الحي ده محتاجه، بلجأ مثلا للمسؤولين اللي هم المسؤولين على الدولة، الحكومة أو رجال الأعمال، أو يبقى أنا الجمعيات بتساهم بجزء. والله احنا ندعم الاقتصاد المصري بالعمل والاجتهاد ووضع خطط التنمية من الدولة، وأن يتكاتف الشعب كله في العمل وحب العمل والتفاني من أجل مصر. دولة ودور رجال الأعمال يساعدوا الناس، الشباب اللي طالع، تمام، ودور الدولة انها توعي الناس ايه معنى دعم الاقتصاد، يدعموا الشباب ازاي؟ ما هو راجل متخرج ان كان دبلوم ولا ان كان بكالوريوس ولا ان كان ليسانس وما قاعد، يعني رجال الاعمال يستثمروه والدولة توعيه، تعمل 1 2 3، بالتالي زي الصين، بالتالي زي دول كتيرة هنبتدي ندعم الاقتصاد المصري. رجال الاعمال يحطوا ايدهم في ايد الدولة ويشغلوا المصانع المغلقة من 2011 في 6 اكتوبر، يشغلوها عشان تستوعب الشباب العاطل اللي بيتخرج سنة عن سنة من الجامعات ويقعد جنب اهله ويقعد على القهاوي. هو ده دعم الاقتصاد بحق، ان رجال الاعمال بدل ما تكسب وتشيل فلوسها من الدولة، لا تفتح المصانع وتشغل الشباب اللي قاعد على القهاوي من غير شغل. شباب زي الفل بيتخرج من الجامعات شغال لا مؤاخذة يعني على تكاتك. رجعنا مشاهدينا، وبعد ما شفنا التقرير وآراء الجمهور في الشارع عن طريقة وشكل إصلاح الاقتصاد المصري، بعض الضيوف أثاروا نقطة مهمة جدا، ودي من النقاط اللي لازم نتكلم فيها في الحقيقة، وهي دور رجال الأعمال. حضرتك شايف ان دور رجال الأعمال في الدولة المصرية كافي أو واخد الحيز المطلوب؟ والله هو للأسف يعني في كل دول العالم رجال الأعمال ليهم ودور كبير جدا، وهم بما يسموا القطاع الخاص. احنا عندنا هنا لان احنا خارجين من نظام القطاع العام، وبعدين القطاع الخاص ما كانش واخد حقه لدرجه ان هم كانوا بيطالبوا دائما بان هم يكونوا يعني صوتهم يوصل للقياده والاصحاب القرار. ففوجئنا ان هم لما وصلوا لاتخاذ القرار فكانت النتيجه مش في صالح البلد برضه. فهم دلوقتي المفروض الوطنيين منهم فعلا بيشتغلوا لصالح البلد وبيعملوا مشروعات لصالح البلد، لان دورهم كبير جدا. احنا ناسين ان هم اولا هم كمستثمر محلي لو ما استثمرش في بلده عمر المستثمر الاجنبي ما هيجي. طبعا ده شكل من اشكال الاطمئنان، مؤشر طبعا، مؤشر اذا كان يعني الراجل الاعمال الوطني ما بيستثمرش فلوسه في بلده، طب انا هاجي ليه؟ فدي مؤشر. الحاجه الثانيه انك انت عندك ان هم فعلا لو تبص تلاقي في شبرا الخيمه اكثر من 2000 مصنع تعثروا واغلقوا، في 6 اكتوبر حوالي 700 مصنع تعثروا، في
في الصعيد 4000 مصنع متعثرين. فكل المصانع دي المتعثره ديت محتاجه من ياخذ بيدها. يعني مين اللي ياخد بيدها؟ طبعا لو احنا قلنا كل حاجه الحكومه او الدوله يبقى احنا كده ايه. طب ما هم رجال الاعمال بيقولوا ان هم في عراقيل ومشاكل بتقابلهم في الاستثمار، والبيروقراطيه بتعطلهم عن العمل الطبيعي اللي هم المفروض يقوموا بيه. دي كلها امور يعني مقدور عليها. لان احنا مثلا لما احنا زي ما قلت لحضرتك ان كل وزير هيبقى مسؤول. احنا مثلا ترتيبنا في انشطه الاعمال 112 او 119، يبقى احنا نشوف مين الوزير اللي هيجي. هتلاقي دي التقرير بيعتمد على 12 كريتيريا، منهم مثلا بدء تنفيذ الاعمال، اغلاق المشروع، تصفيه، الكهرباء. هتلاقي حاجات كتيره جدا بتخص إدارة الأعمال. وحتى لو عايز يعني ينهي المشروع بتاعه هينهيه ازاي وتاخد كام يوم، عايز يبدأ مشروع التصريح هياخد كام يوم، الأرض، تمليك الأرض، كل الحاجات دي كلها بتاخد درجات، وفي الآخر بيقول لك أنت ترتيبك إيه على مستوى العالم في إدارة الأعمال دي. فإحنا هنا لما نجيب حد مسؤول ونقول له والله إحنا عندنا مشاكل في الحتة دي وأنت مسؤوليتك بقى الحتة دي، يبقى هنا راجل الاعمال لما يجي يعمل مشروع او يعمل مصنع او مش عارف ايه، هيلاقي البيروقراطيه اللي بيتكلم عليها دي كلها محلوله. ما هي دي هتبقى محلوله، مش مشكله. احنا هنجيب الوزير المختص اللي هو نقول له قدامك خطه العمل بتاعتك هي ديت، ان الناس دي هتشتغل، واحنا تقريرنا في ترتيبنا في التقرير دوت كذا على مين كذا، احنا عايزين نشوف انت هتذلل لنا ايه من الحاجات ديت عشان الناس اللي تشتغل. ممكن تقدمه لنا بالظبط كده. ولو اخفق هيبقى في غيره هيقوم بنفس العمليه. نيجي للمصانع اللي هم فعلا المصانع دي اولا عباره عن مشروعات صغيره ومتوسطه. المشروعات الصغيره والمتوسطه دي هي عصب اي اقتصاد. فلما نيجي نبص هنلاقي كل دول العالم بتعتمد على المشروعات الصغيره والمتوسطه دي. لما نيجي نبص حتى نلاقي جنرال موتورز بتعتمد على 30,000 مورد من المشروعات الصغيره والمتوسطه. رينو الفرنسيه تعتمد على 50,000 مورد. ميتسوبيشي تعتمد على 20,000 مورد. فيعني معنى ذلك ان الشركات العملاقه ديت اللي هي تعتبر زي دوله ليها قاطره بشريه هي اللي بتعتمد على الصناعات الصغيره ديت وبيوردوا لها. فاحنا ليه ما نعتمدش على الصناعات الصغيره ديت ونقومها زي ما قالوا برضه بعض في التقرير اللي فات دوت، ان فعلا الشباب اللي هو احنا عندنا طاقه كبيره جدا من الشباب. يعني الحل مش في الصناعات الوطنيه مثلا؟ ما هي الصناعات الصغيره ديت هي دي صناعات وطنيه. لا انا بتكلم ان على الصناعات الحكوميه. مقصود ايه بالصناعات الحكوميه؟ انها مثلا مشاريع قوميه خاصه مثلا بتصنيع سيارات، تصنيع المشروعات القوميه دي ممكن هتعتمد برضه على الصناعات الصغيره. ما احنا لما نيجي في الاخر لا، المشروع القومي ده المقصود بيه انه حاجه الشعب كله بيلتف حولها على اساس ان هي تقدر الفرق في زي مثلا مشروع مثلا بناء السد العالي. في مشروعات كده كل حد لما اي بيعمل طفره في الاقتصاد، بيعمل حاجه كده الدوله كلها والناس كلها بكل طوائفها بتلتف حول هذا المشروع. طب هل مشروع قناه السويس الجديده سيحدث طفره في الاقتصاد في الفتره القادمه؟ هو المشروع دوت ممكن يحدث طفرات مش طفره واحده، لان هو على حسب يعني توظيفه. يعني هو لو هو مثلا تم توظيفه على انه يكون ممر موازي، غير لما يكون هيتم توظيفه على انه يكون لوجيستكس ومكان هيبقى مرسى لكل الدول اللي تتعامل فيه في كلوجيستكس. فدي تعتبر لو هيبقى مرور سفن بس هيبقى محدود الى حد ما، لانه هو كل ما انه هيزود سرعه الحركه. لكن لما نستخدمه في اللوجستيات دي هتعمل طفره كبيره جدا طبعا. لو حضرتك هتنصح جهه او حد لاصلاح الاقتصاد المصري، مين الجهه اللي بتنصحها بانها منوط بيها او انها الفتره اللي جايه تهتم باصلاح الاقتصاد المصري؟ لا، هي المفروض ان البلد كلها منوطه باصلاح الاقتصاد المصري. ليه؟ لان الاقتصاد المصري دوت مش حاجه مثلا كونكريت كده ملموسه هنقول ان حد يمسكها يعملها، لا دي يعني سلسله متشابكه ومتشعبه. يعني احنا عندنا مثلا لما نيجي نقول
ان احنا تشغيل المصانع دي كلها. احنا مش هنقول هنبني مصانع، لا احنا بنقول عندنا مصانع اوريدي شغاله، هي شغاله ولكن متعثره، يبقى نحل مشاكلها دي هتعملها. احنا عايزين حاجه ثانيه اللي هي الاهتمام بالعنصر البشري، اللي احنا يعني ده لما نيجي نبص اليابان بعد ما اتدمرت سنه 45 في الحرب العالميه الثانيه وكانت طالعه يعني من تحت الارض، اهتمت بالعنصر البشري اللي هو هي ما عندهاش موارد بشريه، ما عندهاش اراضيها جبال، ما عندهاش اي حاجه، لكن عندها الانسان الياباني اللي هي اعتمدت عليه وعمل لها طفره اقتصاديه. فاحنا عندنا نيجي عندنا التعليم زي ما الصين استغلت الكثافه السكانيه. بالظبط، الكثافه السكانيه برضه عندنا. احنا لو احنا استثمرنا الكثافه السكانيه ديت ان احنا علمناهم صح ودربناهم صح نصدرهم. احنا ممكن نصدر، ده في بلاد ما عندهاش يعني شعب، بلاد ارض محتاجه ناس يعني تعمر، وفي دول كتير قوي محتاجه ناس كواليفايد. احنا لو احنا طلعنا شباب مؤهل ومتدرب ممكن نصدرهم وهيجيبوا لنا برضه عائد كبير جدا. عندنا في كمان الضرائب، عندنا في حوالي 60 ل 80 مليار جنيه ضرائب متاخره على رجال الاعمال. دي لو عمل مصالحات مع رجال الاعمال ممكن نقدر نلم المبالغ دي كلها. ففي حاجات كتيره جدا احنا ممكن طبعا نعملها. ممكن احنا ما نقدرش نقول واحد بس هو اللي يقوم او جهه بس المنطقه اللي هي تطالب باقتصاد، ده ما يعني مش العمل بشكل عام لكل اطياف الشعب، سواء حكومي خاص مسؤول غير مسؤول. العمل هو الحل وهو الفيصل. الانتاج، ما هو الانتاج نتيجه العمل اكيد. الانتاج نتيجه العمل، بس ممكن العمل ممكن ما يبقاش مثمر. نتمنى ان يكون في ضمير في العمل، في عرض للسلع، ولما يكون في عرض وفي طلب، لما يكون عرض اكتر من الطلب على الاقل هينزل الاسعار. طبعا. بشكرك طبعا على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. كان معانا دكتور احمد حسن الخبير الاقتصادي. شكرا ليك يا فندم. وزي ما لسه قايلين ان العمل هو الفيصل، والانتاجيه هي اللي بتحكم على العمل وشكل العمل ونوع العمل وخط سير العمل. فاحنا محتاجين ان احنا نشتغل بذمه ونشتغل بضمير ونصحي ضميرنا كويس قوي في الفترات اللي جايه، والمفروض انه يكون صحي طول الوقت، علشان مش مجرد ان احنا بنروح شغلنا وخلاص، لا المفروض يكون في انتاج طالع من شغلنا. بشكركم مشاهدينا، بس احنا لسه ما انتهيناش فقرتنا الثالثه والاخيره مع رباب الخشن بعد الفاصل. خليكم معنا.